السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن واحد من أصغر وأقوى المايكات اللاسلكية الموجودة في السوق، وهو الهولي لاند لارك M2S. نعمل أنبوكسنج سريع وريفيو للعلبة وللمايك نفسه. لوجو هولي لاند. الماتيريال بتاعة البوكس تليق بمستواه. مكتوب هنا ان هو بيعمل فيتنج للأذن بشكل كويس، بيلتقط الترددات القليلة، سوتابل مع الكاميرا والتليفون، وفي نويز كانسليشن. كويس. نفتح البوكس. هنا بيوضح ان الجزء المسؤول عن التسجيل هو الجزء الصغير مش الجزء الكبير، مش الجزء اللي عليه اللوجو بتاع هولي لاند. بنفتح الكليب ونحطه في التيشيرت وياخد وضعه عادي. بيقول تاني ان الجزء المسؤول عن الريكوردينج مش اللي عليه اللوجو، الجزء الصغير. المانوالز اللي محدش بيقرأها. We are here for you. ماشي يا هولي لاند. نشوف الملحقات. الحاجات اللي جاية مع المايك جاية في شنطة صغيرة، ودي طبيعة المايكات عامة يعني. من بويا برضو بتيجي الحاجات كده برضو في عبوة صغيرة من الجلد كده أو من القماش، ودي بتفيدك في السفر أو التنقل عامة بالحاجات دي. ملحوظة برضو إن الملحقات اللي بتيجي مع المايك بتختلف، لأن في حوالي 3 إصدارات. في إصدار بيجي باللايتنينج بس، وفي إصدار بيجي باليو اس بي بس، فخلي بالك من الباكج اللي جاي مع المايك وانت بتشتري. كابل الشحن تايب سي، ده كويس. تايب A تايب سي. كابل 3.5 ده بيستخدم عامة للكاميرا. ده اللايتنينج بورد عشان لو بتصور من على الايفون. الوايند شيلد عشان لو بتصور في اماكن فيها هوا ولا حاجة. البوكس بتاع المايك. الحاجات موجودة فيه بشكل متزن، حتى مع الخبط او مع الهزهزة الحاجات ثابتة مكانها، وكل مكون فيهم بيشحن. البوكس فيه 4 كتات، 3 منهم بيشحنوا، والكت بتاع التليفون ما بيشحنش طبعا. ده انديكيتور صغير بالنسبة للشحن عشان يبين الشحن. الجزء الفضي اللي على البوكس من ورا ده ستيكر، مش ميتال، مش جزء ميتال. القاعدة رابر عشان تمنع انزلاق البوكس، والبوكس لو وقع ولا حاجة ما تضيعش الحاجات اللي فيه. ده الجزء بتاع التسجيل بتاع الكاميرا، ريسيفر بتاع الكاميرا. والجزء البارز ده عشان التثبيت، يخص التثبيت. المايك الأول، وزرار البرتقاني الصغير ده المسؤول عن النويز كانسليشن. المايك التاني، كت التصوير. وهنا في 2 انديكيتور بالنسبة لكل مايك، يعني كل مايك ليه انديكيتور في الكت بتاع التصوير ده. هنا فيديو يوضح سهولة التركيب والإزالة للمايك. بيركب بسهولة جدا، وصغير ومناسب للاستخدام، مش ظاهر أصلا. ده برضو دليل على إن المايك صغير، حجمه صغير، حجمه قد الجنيه. دي محاولة للتصوير باستخدام المايك اللي موجود في التليفون اللي معانا هنا اوبو رينو 14. طبعا تسجيل اول دور، مفيش اي عزل الا باستخدام العزل اللي موجود في التليفون او المايكات اللي موجودة في التليفون.
وانا دلوقتي مش عارف الصوت ممكن يكون كويس ولا مش كويس، بس ده باستخدام المايك الموجود في التليفون. هنا بدأنا نسجل باستخدام المايك اللي هو الهولي لاند. طبعا اكيد الفرق واضح بين استخدام مايك التليفون والمايك الخارجي. مش مستخدم وضع النويز كانسليشن، ده استخدام المايك عادي خالص من غير اي افكتات ولا اي حاجه. بنصور دلوقتي باستخدام المايك عادي خالص من غير النويز كانسليشن، ولو ظهر في الخلفيه صوت مزمار بلدي ودوشه وصوت عالي ونويز في المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي، هشغل النويز كانسليشن ونشوف الفرق. المفروض دلوقتي ان هو اشتغل، فمش عارف بقى الفرق واضح وكبير ولا لا. المفروض دلوقتي ان هو بيشتغل على النويز ويكنسلها ويشيل اي اصوات ويهتم بالصوت بتاعنا بس. نيجي للنقطة الأكثر جدلا والأكثر تداولا بين المقبلين على شراء أو اقتناء المايك، وهي لا أكثر جدلا ولا أي حاجة خالص. الموضوع سهل وبسيط. الموضوع وما فيه إن ال M2 هو الإصدار الأول، ال M2S هو الإصدار الثاني أو الأبديت بتاع ال M2. يفرق في إيه عنه؟ يفرق في فروقات بسيطة ما تمنعكش أبدا من اقتناء ال M2 عادي جدا. لو اقتنيت ال M2 مش هتفقد حاجة أو ما فاتكش حاجة بالمعنى الأصح. ال M2 يفرق عن ال M2S الفروقات التالية. أول حاجة الشكل، ولما يختلفوا في الشكل يبقى كده يختلفوا في الوزن. الوزن بتاع ال M2 9 جرام، الوزن بتاع ال M2S 7 جرام، فرق بسيط جدا أصلا مش هتحس بيه. والشكل زي ما قلنا، والام 2 اصلا كان الشكل الاكثر تداولا بين البلوجرز، كان منتشر جدا ولقى انتشاره واسع جدا بسبب نجاحه، ويعني نجاحه مستحق بامانه. فاحنا قلنا الشكل، قلنا الوزن، المجال اكبر شويه 300 متر، التاني كان اقل من ال 300 متر. الام 2 اس برضه بيقعد وقت اطول من الام 2 العادي، حوالي 4 ساعات. النقطه الخامسه ان البوكس اللي فيه المايك موجود معاه الكيت بتاعت التليفون، ده في الام 2 اس. انما في الام 2 الكيت دي ما كانتش موجوده في البوكس، كانت بتبقى موجوده بره. هي دي الفروقات، الخمس فروقات اللي موجوده ما بين الاثنين: الوزن، الشكل، البطاريه، المجال، البوكس، واحتوائه على الكيت او لا. واكيد السعر برضو بسيط، يعني قرابه ال 400 500 جنيه. فانت احسب حسبتك وشوف. بس انا رايي مفيش فرق يستاهل انك مثلا لو انت معاك ال M2 تسيبه وتروح تقتني ال M2S. كل ما سبق ذكره يعتبر مميزات او خصائص موجودة في المايك، لكن في بعض الريفيورز او الناس اللي استخدموا المايك ليهم كومنتات او اراء سلبية بخصوص المايك. انا بصراحة ما بعتبرهاش كومنتات سلبية ولا حتى عيوب موجودة في المايك. من بعض الكومنتات دي ان المايك بيتأثر بالعوائق، ودي حاجة منطقية جدا. اي حاجة بتشتغل لاسلكيا اكيد هتتأثر بالعوائق. تاني كومنت كان بخصوص ان المايك حجمه صغير، ودي اصلا ميزة من مميزات المايك انه حجمه صغير. تالت كومنت كان بخصوص ان المايك مفيهوش تسجيل داخلي، وده الكومنت الاكثر منطقية فيهم. وده بيكون كويس لما الريسيفر بيكون فيه مشكلة، او الاداة اللي بنسجل بيها سواء كان الموبايل او الكاميرا بيكون فيها مشكلة، ان التيك بتاعي ما يضيعش، خاصة ان المايك سعره مش رخيص. في النهاية مايك الهولي لاند لارك M2S هيكون اختيار كويس جدا ليك لو بتدور على جودة صوت ممتازة، سهولة توصيل، حجم صغير. بس كده، اشوفك في ريفيو تاني.